تجاهل شكل الأوضة عشان النهارده الخميس مش الجمعة، وانا بروق اوضتي يوم الجمعة وساعات ما بروقهاش، عشان بس ابقى صريحة معاكم. هاتوا ورقة وقلم عشان احنا مع بعض هنرفلكت على 2024 وهنعمل خطة جديدة خالص ل 2025 ازاي نكون الايديال سيلف بتاعتنا او احسن فورم احنا ممكن نبقى عليه، او على الاقل يبقى عندنا الخطوط الرفيعة اللي نقدر نمشي عليها. هاي يا جماعة، أنا ميار رضوان. لو أول مرة تشوفوني فأنا بتكلم على السلف لوف والسلف كير والفيمينين انرجي وشوية كده سلف ديفلوبمنت وشوية كتب على قدي. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو، ولو تاني مرة تشوفوني فويلكم باك. ازاي أوصل لماي ايديال سيلف أو أعمل ريبراندنج لنفسي جديد في 2025؟ انا بحب قوي الفتره بتاعت ديسمبر دي علشان بتحسسني ان هو بقى اتس تايم ان انا اشوف 2024 مشيت ازاي، وهل مشيت زي ما انا عايزه ولا حصل مشاكل، ولو حصل مشاكل هي حصلت حاجه بايدي ولا حاجه بره عني وانا اتصرفت ازاي. that's why انا بحب قوي فكره البلانر بالنسبه لي هي مش حاجه ببلان بيها، بس هي بستخدمها كريفلكت وحصل ايه في كل شهر في السنه. ف البلانر دي حاجه مهمه قوي، وانا بجيب بلانر من براند اسمها ادافيا او ادابايا. يعني هسيبها لكم هنا. دي من احسن البلانرز اللي جبتها في حياتي، ودي تاني سنه استخدمها. اللي عاملها هي لايف كوتش، فهي معموله بطريقه بروفيشنال جدا، بتساعدك جدا ان انت تعملي اللي انت عايزه تعمليه. طيب ازاي اعمل ريبراند ماي سيلف؟ اول حاجه هسال نفسي سؤال، هرفلكت على الاولد مي، وده طبعا هستخدم بلانر. لو ما عنديش بلانر فهستخدم بقى الذاكره. ايه الحاجات اللي انا بحبها في نفسي عايزاها تكمل معايا في 2025؟ ايه الحاجات اللي محتاجاها ان هي تقف خلاص هسيبها في 2024؟ تالت حاجة ماي ايدل سيلف شكلها عامل ازاي، او النيو براند اوف مي عاملة ازاي، بتتكلم ازاي، بتلبس ازاي، ايه الهوبيز بتاعتها، ايه الهابتس بتاعتها، صحابها مين، شغلها ايه. كل ما كنت عندك ديتيلز وكل ما كان عندك تفاصيل كل ما كان موضوع اسهل، عشان بيبقى عندك better vision او نظرة احسن للشخص اللي انت عايزاه تبقيه في 2025 او فيما بعد. انا مثلا نفسي في 2025 build a stronger community على السوشيال ميديا بلاتفورم. انا عندي فولورز، بس انا مش عايزه فولورز، انا عايزه كوميونتي، عايزه يعني اعرف ناس وناس تعرفني، ويبقى في زي تراست ما بيننا وبين بعض، وبنشير مع بعض انفورميشن وهكذا. فده ماي جول. فلحد ما اوصل ان انا يكون عندي سترونج كوميونتي، هاخد ايه الستبس اللي انا هاخدها علشان احقق الحاجه دي. انا بديكم مثال. فتاني خطوه هو عندي تو اوبشن، يا هعمل عادات توصلني للشخص اللي انا عايزه ابقاه، ودي مش اسهل حاجه، هي مش اسهل حاجه ممكن نعملها بسبب ان انت هتفورسي نفسك ان انت تعملي حاجات لسه، يعني انت لسه مش ما وصلتيش لسه للشخصيه اللي انت عايزه توصلي لها. يا هنفيك الشخصيه اللي انا عايزه ابقاها، واكوردنج للشخصيه هعمل العادات، يعني هنعكسها، يعني هعمل الشخصيه ويعني او هوصل. هي مش عايزه اقول فيك ات يو ميك ات، ان هي مش هنبقى فيك ات، هو احنا فعلا هنبقى الشخصيه دي. ومثلا انا مثلا قررت ان انا اكون شخصيه مثلا يوتيوبر مثلا. انا حد اللي بيتفرج دلوقتي عايز يبقى يوتيوبر، فشوفت يوتيوبر دي بتعمل ايه علشان تبقى شخص ناجح. تعلم على طول، على طول بيدور على احسن اكويبمنت بارخص ثمن مثلا، بيدور على توبكس على طول، بيقرا على طول، شخص شغال بيكتب كونتنت، بيطلع اول الافكار في ورقه. فانا خلاص انا بتعامل اكني انا شخص ناجح، شخص يوتيوبر ناجح، وبعمل الهابس دي مش العكس. ازاي اقنع نفسي ان انا الشخص ده، ان انا اليوتيوبر الناجح ده؟ هعمل في حاجتين بيساعدوا قوي ان هما يخلوكي كده. حاجه شويه هي سب كونشس، هنلعب في السب كونشس. اول حاجه مديتيشن، تمديتيت واكنك بتفيجوالايز او بتتخيلي نفسك الشخصيه اللي انت عايزه تبقيها. عايزه تبقي مثلا فاشن ديزاينر، عايزه تبقي فيموس يوتيوبر، انفلونسر، دكتور، ايا كان. كل يوم you will visualize in a meditative form، في تأمل 5 دقايق الصبح أو قبل ما تنامي أيا كان، وتورك on it. بتشوفي بقى الشخصية بتاعتك دي بتحب ايه، بتلبس ايه، عاداتها ايه، وكل حاجة اللي قلتلك عليها.
تاني حاجة الافرميشن، ان انتي بتقولي توكيدات، انا شخص ناجح، انا يوتيوبر ناجحة، انا عندي كل اللي انا محتاجاه، انا شخص غني، فاهمة؟ و according to your personality او according للشخص اللي انتي عايزة تبقيه، هتلاقي كمية توكيدات على النت لبكرة الصبح تستخدميها يعني. رقم 3، علشان الاقي مساحة للشخص الجديد لازم ادفن شخص قديم. مش هنقتل حد، بس ما ينفعش يعني تقريبا سبب او فشل ان انت ما بتوصليش للشخصيه اللي انت عايزه توصلي لها، او البني ادم اللي انت عايزه توصلي لها، ان انت متمسكه بحاجات قديمه عندك، متمسكه باصحاب توكسيك، متمسكه بعادات مش ماشيه مع الشخصيه اللي انت عايزه تبقيها، متمسكه بورك انفايرمنت او بيئه عمل زي الزفت، بتخليكي مش عارفه ان انت تبقي في حاله صحيه، حاله عقليه او منتل كويسه، فتعرفي ان انت تشتغلي على الجولز او البلانز بتاعتك. فكل ده لازم تتخلصي منه قبل ما تشتغلي على شخصيتك الجديده. والحاجات برضو اللي احنا محتاجين نتخلص منها البليف والكور فاليوز. ايه ده؟ ايه اللي انت قلتيه ده؟ اللي هي الاعتقادات اللي انا شايفاها موقفاني، المعتقدات اللي انا مصدقاها عن نفسي من وانا صغيره، اللي منعاني ان انا اوصل للي انا عايزاه. يعني لو حد قال لك زمان ان انت مثلا فاشله، او ان انت مش مبدعه، او انت كل ده محتاجه انك تخلصي منه. بجد في دوشه بره، انا مش عارفه اتكلم مع الناس. التعتقدات دي محتاجه ان انت تغيريها، او محتاجه ان انت تشفتيها تمشي مع النيو بيرسون اللي انت عايزاه تبقيه. وده بياخد وقت للاسف، ده مش من يوم وليله. انا كنت فاكره نفسي مثلا مش مبدعه، وحد قالها لي في وشي انت شخص مش مبدع، وحسيت بقى ان انا I'm not creative person for a very long time. هل انا دلوقتي 100% مقتنعه ان انا creative؟ لا، بس مع الوقت بقى، يعني بحاول اقول مع الوقت ان انا افكاري مش بتمشي مع كل الناس، ومش كل الناس افكارها بتمشي معايا، والكرياتيفيتي دي بحسها point of view برضو. ممكن اشوف حاجه مبدعه، حد تاني يشوفها حاجه عاديه، فعادي مع الوقت. بس لازم تتخلصي من limiting beliefs اللي موقفاكي ان انت تحققي او ان انت تبقي الشخص اللي انت عايزه تبقيه. مش عارفه رقم كام، بس هو ان احنا نفكر، او يعني لما تفكري في نفسك، تفكري بنفسك بطريقه عاليه. انت شخص ذو استحقاق عالي، يعني ما تفكريش ان هو لا انا مش مستاهلش ان انا يبقى عندي العربيه الفلانيه، ولا الكارير الفلاني، ولا مش عارفه مين الفلاني. لا، ما انت لو كل ما بتفكري بالطريقه دي، كل ما the universe هو شايف ان انت ما تستحقيش ده، او هو شايف ان انت هو شايف ان انت شايفه ان انت ما تستحقيش ده، فمش هيديكي ده. فلازم تشوفي نفسك ان انت تستحقي كل حاجه انت نفسك فيها. you are a high value person، فانت شخص ذو قيمه عاليه، فبالتالي هيجيلك كل حاجه ليها قيمه عاليه، او اي حاجه انت شايفاها تستاهليها. فما تقوليش ان انا ما استاهلش، لا، ده من برضو الكور بليفز او من المعتقدات اللي لازم تغيريها عن نفسك عشان تعرفي توصلي للحاجه اللي انت عايزه توصلي لها. حاجه، انا بلعب في شعري كتير قوي، حد قال لي ما بطلي لعب في شعرك، فانا اسفه جدا، فانا بحاول والله. الحاجه اللي بعد كده، لما تتحطي في سيتويشن، في موقف مش عارفه تتصرفي، قولي الايديال سيلف او الشخص اللي انا عايزه ابقاه هيتصرف ازاي، and act accordingly، وتعاملي زيه او زيها ان كان تمام. فمثلا اتحطيتي في موقف، انا اتحطيت في موقف بصراحه من كام يوم. كنت ماشيه بالعربيه، هو المفروض 2 ways، حد كان فاكره ان هو 1 way، اتخانقت مع البنوته اللي كانت في العربيه. الايدل سيلف كانت مش هتبقى عنيفه، او مش هترد، يعني هتعدي. بس ماي كارنت سيلف لا، كانت ردت. فماي ايدل سيلف كانت هتقفل الشباك وخلاص وهنعدي اليوم. فكل ما تحطي في موقف، حتى لو مواقف بسيطه، حتى لو موقف انت شايفاه عادي، شوفي انت يور ايدل سيلف هتاكت ازاي، هتتعاملي ازاي، وتعاملي زيها. واحده واحده هتبقي صوره طبق الاصل للبنت او الشخص اللي انت عايز تبقى. اخر حاجه، ودي اكتر حاجه دلوقتي الناس بتتكلم عليها، انك تعملي فيجن بورد. الفيجن بورد بتساعدك شويه ان انت تشوفي الصوره واضحه، وبتشوفيها بدل ما هي كاتباها او هي افكار، فانت شايفه صور
ملموسه قدامك، الشخص اللي انت عايزه تبقيه، الحاجات اللي انت عايزه تبقى معاكي، الاماكن اللي عايزه تروحيها، ايا كان بقى الهابتس، كل حاجه في قدامك بتبقى فيجن بورد. فلما تبقى قدامك حاجه واضحه بتشوفيها كل يوم بتساعدك ان انت تشوفي الايدل سيلف او your ideal life بطريقه احسن و to work on it. فالفيجن بورد دي من الحاجات مش الترند بس، هي من الحاجات بجد اللي بتساعدك ان انت تشوفي الموضوع بطريقه اوضح. وده بصراحه حاجه، هو فيديو بسيط جدا وفيديو قصير جدا، بس انا مش عايزه ارغي عشان انا لما باجي اتفرج على يوتيوب فيديوز ما بحبش اللي بيرغوا كتير. فاتمنى اكون البوينتس اللي انا قلتها سهلت عليكم، واتمنى مع كل بوينت قلتها تعملي بوز وتردي على الاسئله. وده ببساطه الفيديو بتاع النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، وعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورم، هسيب لكم اللينكس تحت في الديسكربشن، واشوفكم في الفيديو الجاي.